السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي يتيمة، ابوها مات وامها وقاعدين في بيت عيلة، فاخوها اخواتها سايبين لها الشقة بتاعت امها وابوها دي، هي بنت لسه تقعد فيها وفرشنها لها وكده. فاخوها الكبير عنده بيت تاني، فبيقول لها لا تعالي اقعدي معايا. فبتقول له ليه؟ قال لها هديكي برضو دور فوق وهفرش لك حاجات بسيطه كده وخليكي قاعده معايا تبقي تحت عيني. هو كده كده عنده بنات قريبه من سني، ومراته انا بحبها وست كويسه وكده. فقالت له ماشي، قال عشان ما تبقيش قاعده لوجع الدماغ لمراتات اخواتك وعيالهم، وانت لسه بتدرسي شغاله في سوبر ماركت كبير. فبتقول مرات اخويا اللي انا قعدت معاها دي بتيجي السوبر ماركت اللي انا قاعده فيه، انا قاعده على الكاشير، بتيجي 3 4 مرات في الاسبوع. فكل مره مثلا لو الحساب ب 40 تديني 100 وتقولي لي بخلي بقى عشانك، برغم ان معاها في البيت عاوز تديني فلوس تديني. فلما رحت لها بقول لها انت بتعملي معايا كده ليه؟ قالت لها عشان انت لو عايزه اي حاجه لنفسك تجيبيها. فبتقول له تروح طب عليا فجاه وقالت لي انت لو ميعادك في الجامعه الساعه 4 قدامك ساعه تقعدي مع اصحابك وتيجي. وبتطلع والاقيها مثلا مطلعه لي 5 مكرونه فرختين مش عارفه ايه، وعيالها بنات يكونوا طالعين مثلا على الساعه 2 تقول لي اعملوا كله. وتقعد تقول لي لبسك ما تنزيش غير لما تقولي لي، تمسك موبايلي تقول لي خدي فلوس هاتي اللي انت عايزاه، اخويا تلاقيس عليا. بتقول مش فاهمه هي دي كده متحكمه فيا ولا بتديني صدقه ولا ايه؟ انا مش فاهمه، ولا انا شغاله عندهم؟ انا مش فاهمه. يعني بتطلع لي الاكل بتقول لي اعملي اللي انت عايزاه، برغم اللي هي بتطلع لي اكل، بس انا بسهر انا وبناتها تقول لي اعملوا كله. عايزه هدوم خدي وهاتي. حتى تقول لي من ورا اخوكي وخدي من اخوكي وهاتي تاني، هاتي اللي انت عايزاه اللي نفسك فيه هاتيه. بس مع الجامعه الساعه كام تتصل بيا خلصتي؟ طب قدامك قد ايه؟ لا هقعد مع اصحابي شويه. طب قدامك ساعه بس ولكن قدامي، وتحسب لي المواصلات كذا، ويبقى انت المفروض قدامي كمان ساعه. طب انا قاعده مع اصحابي هي ساعه، طب في امتحانات في ملازم ماشي الساعه كام اديني الجدول يبقى داخلي في الجروب كده. فبتقول متحكمه فيا. انا شايفه تحكمات ومتضايقه ومش عارفه اعمل ايه. طب وانت ليه شايفاها تحكمات؟ ما انت بتقولي عندها بنات في قريبه من سنك، هي خايفه عليكي وبتعاملك كبنتها. بتقولك اهو خدي اللي انت عايزاه ما انت عايزاه، بس انت عايزه السيف في السايب. ما الطبيعي تعمل كده عشان انت بنت وفي امانتها، اخوك سايبك في امانتها، وبتقولك زيك زي البنات. ايه المشكله؟ مش شايفه مشكله. انت بقى اللي انت كنت فاكره حاجه ولقيتي حاجه تانية. لكن هي لا، ست كويسه جدا وما تاخدهاش كده، خديها ان هي بتحافظ عليكي وكويسه معاكي، وبتقولك كلي واشربي واعملي اللي انت عايزاه. انا مش فاهمه ايه عشان تعملي اكل انت وولاد اخوكي كده يبقى انت خدامه؟ لا انا شايفه انت لا مقفره. ده هي ست كويسه جدا بتعاملك زي بناتها وخايفه عليكي. فانا مش شايفه ان في غلط من عندها. انت اللي واخده الموضوع بحساس شويه. ما انت ما كنتيش فاكره كده، انت كنت فاكره انت هتروحي براحتك بقى، تطلعي براحتك، تنزلي براحتك، تاكلي وتشربي براحتك. انت بتقولي حتى الاكل بتطلعهولك او بتندهلك تنزلي تحت، سايباك على راحتك. وميعاد الجامعه وكده، طب ما هي لازم تبقى كده. ميعادك يبقى مثلا الساعه 2 3 تجيلي الساعه 6 7. هي عندها حق، انا مش شايفه ان هي غلطانه خالص. ست كويسه جدا 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 وبتتقي الله فيكي، فمش من حقك تزعلي ومش من حقك تتكلمي. فانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه، وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد.